قال ليك بيني وبينك غير ذبحني وقدام الناس لا تفضحني. انا نسرين، غادي نعاود لكم قصتي مع امي. الصراحه قهرتني، والله ما عرفت علاش ولدتني، ما عرفت علاش كدير ليا بحال هكا. من النهار اللي عقلت عليها وهي ديما كتعايرني، وديما مهبطه مني ومنقصه مني، حدا اللي يسوى واللي ما يسوى. بنادم كيضحك عليا وهي كتضحك عليا معاه. ما عرفت هاد الام واش عندها القلب ولا عندها تماك شي حاجه اخرى من غير القلب. دازت بيناتنا الايام، مسيرية عام وجاية عام. كبرت حتى انا وليت شابه وبديت كنحس بجنيباتي، وبغيت حتى انا نخرج وندبر حتى انا على شي خدمه اللي يسر فيها الله. ما قريتش، ما كملتش قرايتي. والنهار اللي عقلت على راسي وامي كتقول لي انت ماشي ديال القرايه، انت ديال الشقه وتماره، انت وجه الكوزينه، انت غير ديال شي واحد اللي ياخدك ويدخلك الكوزينه تماك تبقاي حتى تموتي، ماشي ديال الخدمه، ماشي ديال شي حاجه اخرى. داكشي اللي درت فعلا. كنت يلاه كنشوف شي حاجه صعيبه وكنقول لك لا امي هو اللي كاين. انا ماشي ديال القرايه، غير نحصل في شي حاجه نقول انا ديال الزواج، غير تلاقيت مع اللي كان يجي يديني. ما بقيتش كنحمل الدار ولا ندخل ليها. الا كانت امك هذيك الحنينه عليك اللي تراري بيك وتخاف عليك وتدخلي وتعيطي لها وتلقايها وتهضري معاها وتعاودي ليها. الا لقيتي هادشي كله ما كاينش، اش بغيتي في داك الدار؟ شنو بقى في داك الدار؟ بقاو الحيوط. اش بغينا حنا بشي حيوط؟ ايوا كتصبح ليا وتمسي، لا زين لا مجي بكري، وانا كنزني على قدو. كنت هكا حلوة وصافي، ماشي زعما شي زين وشي تبوكيصه الله يجيب، حيت ما كاين لا تهضو لا والو. البركة قليلة والفلوس على قد الحال. شكون اللي غادي يتهلا ومنين غادي يجيب الزيوته ومنين غادي نجيب المكياج وداك الشي كله؟ غير البركة ديال الله وصافي. داكشي اللي عطانا الله الحمد لله، حامدين الله وشاكرينو عليه. مشيت كنخدم في واحد الباتيسري، بنادرية، كنبيع ونشري داكشي ديال الحلوى وانتم عارفين الكومير وداك التخربيق الاخر. صافي بقيت خدامة الحمد لله، بديت كندور شوية مصاريف، اللي جيبي تبارك الله عامر، ولا عندي واحد الصالير في الشهر واخا على قد الحال. المهم ما نبقاش بلاش، ما نبقاش نمد يديا حتى لفلوس الحمام. بقيت خدامة وفرحانة بداك الألف درهم، كتجيني بحال المليون. ما تصوروش شحال كنت كنفرح بيها. واخا كانت امي كدير لي منها النص ماشي مشكل، صرفي في جيبي بعدا على الاقل كنخرج من الدار من غير ما نبقاش معاها. واخا كنحطهم ليها صحاح، ما كتعقلش عليا ابدا. لسانها ماضي ودراعها قاضي الظل نهار ومطر وهي تقرقب الناب مع الجارات. وغير تشوف وجهي كتعرف غير تعاير فيا بحال داك السم اللي فيها الداخل كله كتخرجوا فيا انا. حتى عقدتني وكرهتني في شي حاجه سميتها الامومه. ما كنتنفس وما كنرتاح حتى كنخرج لداك الخدمه. عاد كنقول الله ارتحيت من الصداع ديالها والنكير ديالها والهضره ديالها. اييه، كاين شي امهات بحال هكا وكفاس كاع من هكا. بدا واحد السيد كيتلاقاني وقت اللي شفتني خارجه، كان كيجي يهضر معايا. جا واحد النهار يتقدم من عندنا وشافني وقال لك حقه الواد عجبته، لا خدمه لا ردمه شومور، غير كيدي الطريق ويجيبها. ايوا داها ويجيبها بيا انا. كيكعطع معايا من داك الباتيسري حتى للدار على رجلينا بالكرعين، سير يا جي سير واجي سير واجي. ماشي مشكل. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وياكل ليا في دماغي. وأنا كنقول لالا ومولاتي ما نثق بتا شي حد، ولكن ما كترش معايا بزاف، جوج كلمات حتى مشيت ليه. دغيا دا ليا عقلي، كان كيعرف يدوي وأنا كنت متعطشة، دايرة بحال داك النبتة اللي وسط الصحرا. متعطشة متعطشة لأي كلمة حلوة، أي كلمة زوينة، أي واحد يشكر فيا أي حاجة، لا عويناتي ولا شعري ولا كنتمنى أي واحد يقول لي غير كلمة زوينة. لأنني فعلًا كنت كنشوف راسي أخيب وحدة، أبشع وحدة، ما نسوى ما نصلح. هادشي اللي خلى هاد الولد غير يقول لي السلام صافي دغيا صدقت كلامه. أنا دغيا دبرت خدمة أخرى، حيتاش ما نقدرش مازال نصبر في هاد الخدمة، تما راه فيها بزاف والفلوس قليل. شديت دابا خدمة ب2000 درهم، 40,000 ريال واقيلا، 40,000 ريال، المهم 2000 درهم. ما نقولش لكم فرحتي قداش، وبنفس التوقيت تقريبا. هادشي اللي خلاني ما نقول لأمي والو. قلتها غير لسي إسماعيل اللي ولا هو سريرتي، عاودت ليه كلشي من النهار اللي بدات ما نكرش أمي. قلت ليه ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين. واش غادي نقولوا في داك الطريق كله وحنا غاديين جايين في داك الطرقات ديال سيدي ربي؟ شنو غادي نقولوا؟ بديت كنسرسر ليه. نتوما عارفين حنا العيالات كنحماقوا على الهضره، وإلا جا شي واحد عنده الودينه تبارك الله وكيعرف يسمع حيت باغي الغرض ديالو، حتى حنا كنزيدو نسرسرو. ما عارفينش بلي هو كيستنى غير فوقاش يدير الغرض ديالو ويمشي بحالو. إيوا أنا جلست كنعاود ونعاود ونعاود ونعيط ليه يعاود معايا، حيت هو عاطيني ودنيه وأنا كنقول هذا سميتو الحب والغرام والعشق فيا وفي التعواد ديالي الخوى الخاوي. إيوا السيد اليوم غدا اليوم غدا بدينا بالزريعة، بدينا بالتخربيقات هكا بساط. نشري ليا زريعة نشري ليه حتى هو، نشري مسيكة نشري ليه حتى هو.
أنا ما كنعرف لا قهاوي لا مطاعم لا حلابات ما كنعرفش ندخل ليهم أبدًا، داك الشي عندي ممنوع. ما عمري ما كان عندي فلوس هكا ديك الرفاهية باش نمشي حتى عند المحلابة وندخل ونجلس أنا في كرسي بحال الناس وداك الشي، واخا محلابة ما عنديش داك الرفاهية ديالها. قال لك السيد كيعرض عليَّ، مشينا فعلًا عرض عليَّ، كلينا اللي كتب الله شربنا، ناض السيد خلّص بحالو بحال كاع الرجال. جمعنا الوقفة ومشينا بحالنا للدار، عاوتاني توت 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 الطريق كلها وحنا لوك 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 هدر 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 تا داني للدار. المرة الجاية عاوتاني نفس القضية، نمشيو للمحلابة ما عرفت شنو قال لك حكاو الواد نسيت طاح ليا نسيت البسطام، ما تنسى لك هاد البسطام غير في راس الشهر. وأنا فعلًا كنت غادة وعواالة نعم أسيدي نجيب ليه شي حاجة ونشري ليه حتى أنا وندير بنت الخير، و1000 درهم كلها أمي ما خبرهاش، باقي لحد الآن كنعطيها 500 درهم. 10,000 ريال واقيلا 10,000 ريال، كنعطيها 10,000 ريال وكنقول ليها أنا باقا كنشد 1000 درهم باش ما تزيدش تقول ليا. إيوا المهم بديت السيد بدا كيقول لي ما جبتش البسطام، قلت ليه ماشي مشكل حنا ياك غادي نتزوجوا وبيناتنا ان شاء الله يكون الحلال، وانت راك غير درويش ما عندكش الفلوس، انا اللي غادي نخلص. وفعلا كنت انا اللي كنخلص عليه. النهار الاول واحد نهار واحد اللي خلص عليا، من بعد بديت انا كنخلص عليه كل شيء، ونجيب ليه في الكادوات ونختار ليه في الروايح، نقدر نحط ليه صاليري كله. تعرفوا شنو هي صاليري كله؟ راه 1500 درهم اللي كتبقى ليا نقدر كلها نحطها في الكادوات، شري ما تشري جيب يا ما تجيب. وداك اسماعيل اش غادي نقول لكم، بوغوس وعجبو راسو بقوة ما هو تايق في راسو حتى انا وليت تايقة فيه، ولا كيعجبني وكنشوفو سيد رجال بقوة ما هو قنعني براسو. وانا بقوة داكشي اللي كانت كتقول لي امي بديت فعلا كنحس بداك الدل، كنحس انا فعلا هاد السيد راه دار فيا واحد الخير كبير غير انه كيتمشى معايا وقابل انه بعدا يتمشى مع شي وحده بحالي. واخا انا اللي كنخلص من فلوسي، ولكن هو كيقول لي ديما شوفي راه داك الفلوس كلهم غادي يتردوا لك ومضوبلين مازال. ايوا شدوا هاد الصدمه هادي حتى هي، وليت داك 1000 درهم تقريبا كلها كنخسرها عليه، يا اما كنمدها ليه في يديه، يا اما كتمشي في الكونسوماسيون، يا اما في بيتزا يا اما في ماكله يا اما في ساندويتش. وين كندخلوا سيدي المطاعم، ماشي المطاعم اللي على بالكم راه غير بيتزا. وأنا فرحانة أن أمي ما سايقاش ليا الخبار، وأنا زعما مخبية عليها ديك ال1000 درهم التانية، وراني كنخسرها على السيد رجال اللي من بعد غادي يجي يخطبني وما عرفت شنو ما عرفت شنو جالس كنبني ونعلي معاه. هو فينا هو غير كيستغلني، ولكن شكون يعيق؟ أنا بالعكس داك الطريقة باش كيهضر معايا وباش كيتصرف معايا كنقول يا سعدية فرحي هذا راه هو الراجل وإلا فلا. ديما جاي عندي ديما كيسول فيا ديما كيقلب عليا ديما كيبغي يخرج معايا، وهذا الشيء اللي كندير معاه كله إن شاء الله غادي يردو ليا. وملي قلت ليه راه امي كتعايرني وداك الشيء كامل عاودتو ليه وقلت ليه راني مخبيه عليها، عاد مازال دارني تحت جناحو مزيان، وعرفني بلي ما عنديش فين لمن غادي نشكي ولا لمن غادي شي حد غادي يهضر معاه ولا شي حد غادي يأذيه، ولا بالعكس أنا راه أنا وياه متفقين، وأنا اللي مخبية على أمي وعلى العائلة كلها. دونك عرفني بلي أنني ما عندي حتى شي حد من غيره، فاستغلني أبشع استغلال كيف ما بغا كيف ما حب وبغا. تقريبا وليت كيف قلت لكم كنعطي لأمي 500 درهم، وديك 1500 درهم الأخرى كلها كتمشي عليه. إلا ما سلهاش مني يعني إلا ما داهاش مني كلها ما يخسرها في الماكلة وداك الشي. أنا ما بقيت كنخبي والو، كاع داك الشي اللي خبيته جبدته بقيت كنشري ليه بيه الكادوات. ب داز الوقت بحال هكا ما بقاش كيهضر معايا الشهر كله حتى كيقرب يخرج داك البركة، بركة حرفيًا يعني غير داك 2000 درهم راه ومشات منها 500 درهم لأمي، أمي ما كتعقلش عليا ضروري نحط ليها 500 درهم ولا ما ندخلش كاع لداك الدار. ف ولا كيقرب الشهر السيد كيحلى لسانو، كيكثر معايا المشية، كيجي عندي بزاف، عكس ملي كيكون في الأول الشهر كيكون تقريبًا قاطع معايا الهضرة، كنبقى نتوحش وكنقول غير يجي أنا نعاود نخدم عليه بالليل وبالنهار، غير يجي عندي يخرج معايا يعاود يهضر معايا، يقول لي داك الكلام الزوين. زعما الدراري هادو اللي كيضحكوا على البنات والله الله ياخذ فيهم الحق وصافي والله العظيم. المهم بقينا غاديين بحال هكا، بحال هكا ما جمعت أنا حتى شي ريال تحت مني، داك الشي اللي كنت كنقول في دماغي غنشري به الدهب وغنشري به الحوايج وغنخرج به وغنزعتر به، وليت غير كنعمر ليه كرشو ونعمر ليه جيبو وكنمشي للدار وأنا طايرة بالفرحة كنقول يا ربي غير يرضى عليا. ما عرفاش باللي أصلًا هو ما عمرو ما غيرضى عليا بحال هكا، راه غير كيستغلني. داز الوقت وما قلت لمي حتى شي حاجة، ما قلت ليها لا بدلت الخدمة لا والو. ملي كان ما كيبقاش يهضر معايا في الأول ديال الشهر كنتأزم ديال بصح كتبان فيا وكنولي حالتي حالة ما كنبقاش نحمل لا ندوّش لا نهضر مع حتى شي حد لا
لا نخرج لا والو، كنولي من الخدمة للدار، من الدار للخدمة، من الخدمة للدار، من الدار للخدمة، ونصوني عليه ويقول لِك لا أمي عيانة، أختي طاحت، أمي ما عرف شنو، با ما عرف شنو، سافرت عند فلان، سافرت عند فلان، غير كيوصل للآخر ديال الشهر ما كيبقى عنده حتى شي مشاغل، كيولي غير مقابلني. واحد النهار ما عرفت واش دبّر على شي victime آخر والّا طلعت ليه في راسو والّا الله أعلم. المهم السيد ما بات ما صبح، قال لِك حكا ما حكا خاصني نسافر على شي خدمة وأنا ما بقيتش حامل هاد البلاد وما عطاتنيش وما كايناش الخدمة وما عرفت شنو، وأنا خصني نكون راجل ونجي نخطبك وأنتِ عارفاني كنبغيك وهاد الهضرة كلها. إيوا هيق هيق يا ما تهيق هيق، بكيت وعيطت للي يبكي معايا، حيت بصراحة ولّفته بزاف، لفت هدرتو، ولفت أنه كيمشي معايا بوحدو، يعني أنا قطعت العلاقات أصلًا ما كانش عندي العلاقات وزدت قطعت الجدر كلّه د العلاقات، ما بقى عندي حتى شي حد نعمل نهضر، وأمي أصلًا ما كنتش كنهضر معاها باش زعما نعاود ليها ولا، ما لقيت حتى لمن نعاود غير داك نخوي بعدا نخوي شوية نرتاح ما لقيتش مع من، غير كنبكي، غير كنبكي، وأمي داك اللي مثلًا غادي تشوفك عيانة وتشوفك مريضة وتشوفك كتبكي وتطبطب عليك وتعنقك وتقول لك أبنتي معليش ياك لاباس ولا تسولك ولا، مصيبة سكتينة الله يعطيك القوة والناس والدين بنات وأنا والدة ما عرفت شنو، هذا هي هدرتها، خصوصًا ملي كتشوفني كنبكي كتزيد، نوضي غسلي الماعن الله يعطيك عليا غبارة الله يهزك من عليا ونرتاح منك، نوضي غسلي هادي، نوضي ديري هادي، واش أنا جبتك باش واش أنا ولدتك باش تبقاي تبكي ليا، ما كتصونيش حتى علاش كنبكي. وأنا ما كنلقى عندي جهد، كنمسح داك الدموع ونوض، لأن ما كاينش الفرصة باش تبكي أصلًا، ما كاينش ديك الفرصة باش تحزني وباش تعبّري على الحزن ديالك، صافي عاد ما زدت اكتئبت، عاد ما زدت تحطمت، عاد ما زدت تغوّلت ديك الساعة، صافي وليت بحال الغولة يعني من الخدمة من الدار، من الدار للخدمة، ما كنحمل نشوف حد، ما كنحمل يقرب ليا حد، ما عندي حوايج بحال الناس، ما يعني شي حاجة هاكا زعما اللي تجذب شي حد عليا ولا والو الله كريم. جرتي لا غدا جرتي لا جاية، وعاد قلت لكم داك الوقت اللي كان السيد معايا كنت فريمون كنتسلف وكنتكلف وداك الشيء اللي تحت مني كنجبدو ليه داك الصدر كيمشي عليه يعني ملي مشى بحالو لقيت راسي واقفة كنستنى داك الصدر غير كنستنى داك الصدر في راس الشهر باش نقضي به يعني ما عندي والو والو دراهم ما كنكتابوش، بقيت غدا جاية كندي معايا بطاطا ناكلها طويلة كنمشي طويلة ونجي طويلة حالتي حالة. صبرت في داك الشهر كلّه باش داز، عاد خرج داك الصدر عاد باش نفّست واحد شوية، آآ بقيت هكا كنديباني به واحد شوية صافي شديت داك الصدر تقريبًا كلّه خبيته، يعني داك الشيء اللي هكا ديال الترونسبور ديال المسائل الأساسية اللي بقى ما قدرتش عارفة ما ندير به، ما نقدرش نمشي ناكل بوحدي ولا نخرج بوحدي ولا ما نقدرش نهائيًا، ملي كنت كنخرج معاه على الأقل كنت كنحس براسي محمية، كنحس براسي ما يقدر حتى واحد يهدر معايا، ملي دابا بوحدي ما نقدرش. صافي حطيتهم، الشهر التاني حطيتهم، الشهر التالت حطيتهم، حتى شي حد ما سايق الخبار، بقيت كنتعلم، كنحاول ما أمكن نطلق يديا، تلاقيت تماك مع بنات في الخدمة جديدة، فتحوا ليا عينيا شوية، عرفوني شنو كاين في الدنيا، قرصوني واحد شوية داك الشي اللي ما قرصتنيش أمي، أمي كتعرف غير تعاير، ما كتنصحكش بشي نصيحة اللي غتقدري ديري بها ولا تنصحك بشي نصيحة اللي غتفيدك ولا، غير المعيور، غير المعيور وكطيح لك الكراد مرة كتقول لك أنتِ ما تسوي ما تصلحي. تقريبًا جمعت شي 5000 درهم، نص مليون ماشي شي حاجة، تقريبًا شي 3 شهور ل4 شهور أكثر من 4 شهور أنا كنجمع فيها، لأن في واحد الوقت تقريبًا ديك 500 درهم واحد 500 درهم كدوز ليا شهرين 3 شهور ما كنلقى ما ندير بها كيف قلت لكم، يعني ما كنقدرش نخرج، ما كنقدرش نمشي لشي بلاصة. المهم جاو البنات جلسوا كينصحوا فيا الدراري راه خايبين، راه كيستغلوا، راه كذا، راه كنقول لهم لا، أنا الدري اللي كان معايا راه مشى باش يخدم وباش يرجع لعندي وراه كي داير وراه كان كيقول لي وراه ما عرفت شنو، وراه ما عرفت شنو، إلا حبيبي أنا مستحيل يدير ليا شي حاجة، وهي تنقّز وحدة قالت لي: "شنو بان لك نجربوا ليك؟" قلت ليها: "لا، لا، لا خلي السيد راه خدام كيجمع ليا الصداق." شفتو والله العظيم داك 5000 درهم كون يجي في داك النهار كنت نمدها ليه كلها. غير ييجي يخطبني، غير يبقى معايا، يخرج معايا، كنت نقدر نمدها ليه كلها ونزيدو مازال. شوية هي تقول لي وحدة من داك البنات أنا نجربو ليك، أنا نشوف بصح نخلق للسوق نشوف واش بصح هاد السيد باقي وافي معاك والّا دبّر على شي وحدة تماك والّا كتقول لي: "واش كيصوني عليك؟" نقول لها: "لا، لا راه ما عندوش التليفون، راه السيد ما عرفت شنو عنده شي ظروف." وهي تقول لي: "أرا داك النمرة." قالت لي: "بعدا وريني نشوف هذا واش شي بوغوس والّا غير شي محرتك والّا ما عندك ما ديري به." أنا من نيتي غنجبد ليها التصويرة نقول ليها: "ها هو." قالت لي: "يا ويلي إسماعيل." قلت لها: "كيفاش إسماعيل أنتِ كتعرفيه؟" بقاو كيموتوا بالضحك، وحدة تضحك والأخرى تبرشخ عليها كيكي، كيكي، كيموتوا بالضحك. قالت ليها: "ويلي حتى أنتِ عاوتاني." قلت لها: "كيفاش حتى أنا؟"
المهم دوروني داك النهار، هُما كيضحكوا أنا كنبكي، هُما كيضحكوا أنا كنبكي، هُما بقوة ما كيطبطبوا عليَّ كيقولوا لي: "سمحي لينا ولكن أختي هاد المصيبة راه ما يمكنش أختي ما يمكنش، راه ما كايناش شي وحدة ما تصاحبش معاها، ما كايناش شي وحدة ما تضحكش عليها، راه معروف أختي هنا في السيكتور مزيان، راه كاع البنت اللي كيشوفها يعني هاكا دريويشة وشادة الطريق ديالها ضروري ما يمشي يضحك عليها." هذا بلا ما نجربوا لِك، راه غير شاد النزهة بنت لاله عايشة اللي كاينة في راس الدرب. راه غير كيمشي ويجي معاهم بما أنك أنتِ عارفِك فين كتمشي وفين كنتِ ما شفتيش ما رديتيش ليه البال، راه غير هنا في الحومة ما خدام ما ردّام، من بنت لبنت فين ما تبان ليه شي دريوشة كيمشي يتعدى عليها. أنا ما تيقتهم الصراحة كنقول هادو غير بغاو يضحكوا عليَّ، غير بغاو يعني يديوه ليَّ، غير غاروا مني وما حسدوني وما قدروش يتقبلوا أنني أنا غادي نتزوج به وغادي يجي يخطبني وأنا كنبغيه، وداك الشي اللي خسرت عليه كلّه تقريبًا عام ولا ما عرفت شحال وأنا كنمشي ونجي معاه قطّع في صباطي، وأنا اللي كنخسر عليه والسيد قال لك غادي يمشي يخدم، ما قدرتش نتقبلها بمرّة، هُما بقاو غير كيتبشخوا بالضحك يقولوا راه ما يمكنش هاد المصيبة هذا فيما نمشيو نلقاو أنه يعني كاين في داك المجمع، فيما نمشيو عند شي بنت نلقاوها مسكينة نشوفوها درويشة نعرفوا أنه هزر معاها. يعني إما غادي تعطيه الوقت يا إما ما غاديش تعطيه، أنا من ديك البنات اللي عطيتهم الوقت وعطيتو الوقت وعطيتو فلوسي وعطيتو مشاعري وعطيتو كل شيء، ما خبيت زعما شي حاجة اللي عندي ما خبيت عليه والو، عطيتو أسراري، عطيتو ديك الضعف ديالي، حطيت ليه كل شي في يديه وخليتو يتصرف فيا كيف ما بغا، وداك الشي اللي درت حتى هو ما عطلنيش. هي تشدني وحدها وتكرس عليا قالت لي: "ياك ما عطيتيه شي حاجة، ياك ما تعدى عليك، ياك ما داك لشي دار." هي كتهضر وأنا كنبكي، هي كتهضر وأنا كنبكي، كتقول لي: "دابا مسحي دموعك وعاودي ليا شنو درت شنو دار ليك؟ ما دار لك شي حاجة ماشي هي هاذيك، راه من حقك تدعيه راه ما عرفت شنو ما شنو." كنقول لها: "اش غادي ندعيه فين هو الدليل اللي عندي؟" كتقول لي: "ياك ما تعدى عليك." كنقول لها: "لا، لا ما وصلناش داك المصل، هو ما كيبداش داك القضية وما عنديش مع التعدي ولا، هو كيتعدى عليك غير ماديًا." قالت لي: "ولا عليك، والله تردهم ليك مضوبلين." قلت لها: "ما بغيتش نهائيًا تردهم ليا، بغيت يعني أنا ما بغيتش الفلوس ديالو، بغيتو غير هو يبقى معايا ويكون إنسان صادق كيف ما كنت كنتخيل أنا." قالت لي: "شوفي آخر حد آخر شي آخر حد يعني تفكري فيه أنه ممكن يكون صادق هو هذا الإنسان هذا، اسمعيني راه واحد الولد معروف، معروف، معروف بزاف هنا، ما عرفتش أنتِ كيفاش ما كتعرفيهش، ما عارفاش عليه هاد القضية، يمكن أنتِ حيت باقا جديدة باقي ما كتعرفيش في الدراري." هذا راه معروف كيضحك على البنات، فين ما شاف شي وحدة درويشة خصو يمشي يتعدى عليها، وعينا يعني حنا البنات مع بعضياتنا هنا كلنا كنعرفوه وكلنا فاضحينه، غير أنتِ مادام جيتي جديدة وما كنتيش أصلًا خدامة هنا علاش ما كتعرفيهش. أيوا صافي قلت لها: "أختي ما بغيت لا فلوس لا والو، أنا بغيتو غير يعطيني الثقة ما يبقاش يأذيني ما يزيدش يحطمني كتر." أيوا جلسوا عليا، الدراري راهما هادو ردي البال منهم، ديري تحت منك فلوسك واحتاجيهم، شري بهم دهبك، ديري هادي، ديري هادي. أنا ما كنت كنعرف لا دهب لا زعما ندير شي حاجة علاش نرجع لا والو. وهنا نقدر نقول لكم باللي تخانيت للمرة الثانية، خانتني مي في الأمومة ديالها، ما حناتش عليا وما عطفاتش عليا، هو الولد الوحيد اللي أول مرة غادي يعرف أشنا هو الحب في حياتي وغادي يعرف أشنا هو إنسان يهتم بيا ويضحك معايا ويهتم بالتفاصيل ديال نهاري وديال أش بغيت وأش كرهت، حتى هو حتى هو خانني وغدر بيا وكان باغي غير يضحك عليا من الأصل. هنا تلفت بزاف وما بقيتش عرفت أشنو غادي ندير. وقال لِك اللي يتلف يشد الأرض، وداك الشي اللي درت. كانت تقريبًا أول مرة غادي نصلي وغادي ندعي الله عز وجل يا ربي تفك كربتي، يا ربي تفرّج عليَّ، يا ربي دير لي شتا ولدي الخير لأنني ما بقاش عندي القدرة ولا العقل ولا يعني داك الجهد باش أننا نرجع نثق في شي حد ولا نتلاقى بشي حد ولا الثقة مشات ليا بمرة، تصدمت صدمة كبيرة وأنا أصلًا مصدومة من صغري، أنا أصلًا يعني محقورة من اللي عقلت على راسي وأمي كتحقر فيا، ما متحملاش وما قادراش نتصور شي حد مازال يجي يضحك عليا، دعيت الله عز وجل وبكيت، بكيت من أعماق قلبي باش الله يفرج عليا، داك الأيامات تبليت بواحد القضية، ردوا معايا البال الله يجازيكم بالخير. درتها بنية صادقة ما كانش في نيتي نهائيًا يعني صُدفةً. كنت سمعت واحد الشيخ المهم كيهضر على أن يعني إلا بغيتي يتفرّج لك الرب ديالك، إلا بغيتي عندك شي دين بغيتي تقضيه، بحال هاد الأمور هادي، عليك بالصدقة. فأنا ما عرفتش على من غادي نتصدّق كيفاش غادي ندير نتصدّق، حتى صُدفةً غادي نكون غادا هاكا للدار وغتجي عندي واحد المشيشة صغيورة فريمون صغيورة مسكينة وضعيفة وحالتها حالة كلها منتوفة. الصغيرة مسكينة قطعتني في قلبي، أنا ما حسيتش حتى مشيت عند الحانوت خديت ليها هكا شي تخربيقات، خديت ليها شي فريميجة وهرست ليها يعني فتحت ليها واحد البواطة ديال الطون صغيرة، حطيتها ليها
ولات مسكينة كتاكل، كتاكل، كتاكل وتشوف فيا، كتاكل وتشوف فيا، ما حسيتش بها خايفة ولا من داك الخطوط اللي كيخافوا يهربوا ولا كتاكل مسكينة وتشوف فيا، كتاكل وتشوف فيا، كنحس بها كتقول لي شكرًا عتقتيني كنت كنموت بالجوع. قطعتني مسكينة في قلبي، قطعتني في قلبي، كنت ما كرهتش نهزها ونديها معايا للدار ولكن ما قدرتش. عارفة أمي ما كتحملش يعني داك الشي نهائيًا ومستحيل تقبل بها. فقلت الخير اللي نقدر ندير في هاد المشيشة هي أنني غير بحال هكا كل مرة نجي نعطيها هكا شي حاجة تاكلها خير وبركة. أنا ما كنعرفش الناس اللي ممكن تصدّق عليهم، ما كنثيقش الصراحة في الناس اللي كيكونوا واقفين في الإشارات المرور وداك الشي. بزاف ديال الدراسات دارت عليهم ولقات أنهم كيشدّوا صاليرات صحاحين أكثر من الموظفين وأكثر من داك الناس كلّهم. وكيعتبروا داك التسوال كيعتبروه بحال شي مهنة، يعني ما كيبقاوش يقدروا يخ يتهناو منه خلاص، يعني واخا يشدّوا يديروا مشروع ديالهم ويجلسوا فيه ما يقدروش، خاصهم ضروري يطلبوا، كيوليو عندهم داك الطلبة كتولي عندهم يعني عادة وصافي. ف بحال نقولوا اتجهت لهاد القطيوطات وهاد الحيوانات اللي كيكونوا يعني طبعًا حيوانات أليفة بحال شي كليب بحال هكا كيكون في الزنقة. وليت كندير بزاف ديال الخطط على قبلهم، بدات كتمشي ليا فلوسي حرفيًا على قبلهم. عرفتوا ديك النظرة ديالهم ملي تعتقي هكا شي مشي هكا كيكون غادي ومثلًا في الزنقة مسكين حالته حالة وتجي تعطيه واحد القيمة ياكلها، شنو ما بغات تكون. كان واحد الإحساس لا يوصف، حسيت براسي عندي واحد القيمة، كاين شي مخلوقات كتستناني، كتستناني حرفيًا يعني كنكون بعض المرات غادة في شي درب كنشوفهم كيجيو لعندي بحال كيقولوا لي فين هي ديك الماكلة اللي كتعطينا، بحال كيقولوا لي توحشتك، كي دايرة لاباس عليك، جيتي لعندنا، كنحس بهم حرفيًا كيسولوني غير بعويناتهم، يعني ديك النظرات ديالهم النظرات ديالهم بعينيهم كنحس بهم باغيينّي، كيستناوني. أحسن مخلوقات والله، يعني مخلوقات ظريفة بزاف وزوينين وديك غير داك اللهفة ديالهم ملي كيجيو لعندك راه ما نقدرش نوصفها لكم. أنا تبليت بهاد البلية ديال أنني نطعم القطيوطات والكليبات اللي كيكونوا على برا وهادو بطريقة يعني سبحان الله جات صُدفة، وأحلى صُدفة في حياتي، من النهار اللي بديت هاد القضية، وربي كيفرجها عليَّ حاجة ورا حاجة، حاجة ورا حاجة، حاجة ورا حاجة. نعيا نوصف لكم ما تقدروش تصوروا، حتى لدرجة أن ربي عطاني بعدا غير ديك الراحة النفسية. أن هاد الإنسان اللي بغيته واللي كنت كنحلم بيه وكذا، وكذا، تهز ليا من قلبي وتهز ليا من دماغي، ارتحيت منه تمامًا. نشوفه في الزنقة ما يهز فيا حتى شي شعرة، ما بقيتش كنحس أصلًا باللي عندي جيهته حتى شي مشاعر. أمّا أمي خلاص يعني دوات ما دواتش، غوّتات ما غوّتاش، كنحط ليها داك البركة ديال الفلوس في يديها، داك الأمومة اللي جمعاني بها، داك البزول اللي رضعت منها وداك الحماية اللي حملات بيا. أمّا المشاعر ولا تعلّقني ولا تقولوا نهائيًا واحد الإنسانة ما نقدرش كاع نوصفها لكم، الله يسمحنا من الوالدين وصافي ما نقدرش نهضر عليها يعني بالخايب. المهم حتى غادي يجي العوض ديال الله سبحانه وتعالى. أنا ما درت لا بيدي لا برجلي، ما مشيت قلّبت عليه ما والو، إنسان شافني جا خطبني تزوجنا بواحد الطريقة راه ما يمكنش يعني. الله عز وجل رسلو ليا، ما درت أنا حتى شي حاجة، ما خرجت معاه، ما قطعت صباطي، ما خسرت فلوسي، ما تهرست في قلبي، ما والو. شافني جا لدارنا خطبني، داز داك الشي يعني على قد الحال فريمون ديال بصح. ما فرحتش براسي بداك الطريقة اللي كنت كنتخايل ولا اللي كنت كنتمنى داك الشي، ولكن الحمد لله. الحمد لله على كل حال. المهم هو هاد الراجل اللي أنا معاه دابا، راجل ولد الناس على قد الحال، ولكن والله العظيم إلا واحد الراحة النفسية كنحسها معاه. أنا متأكدة باللي بزاف ديال الناس عايشين في فيلال وعايشين في قصورة وكيتمناو هاد الحب اللي بيناتنا وكيتمناو هاد الراحة النفسية اللي عندي مع هاد الراجل. حمدتك يا ربي وشكرتك. بقيت يعني بقيت خدامة واحد المدة، ما بقيتش خدامة بزاف، يعني واحد المدة قليلة وجلست في داري. شوف والله العظيم إلا غير الخبز وأتاي مع هاد السيد نعيش معاه قمة السعادة. واحد الإنسان كلامه طيب كيشبعني حنان، داك الشي اللي كنت محتاجة من عند أمي سنين هادي لقيته في هاد الشخص. عاطيني حريتي التامة، قال لي خدمي ما تخدميش ما عندي حتى شي مشكل، أنتِ درويشة وأنا درويش، بغيت غير نرتاح، ما بغيتش صداع في الحياة ولا المشاكل وهاد الشي كله. قلت ليه عليك كنقلّب داك الشي اللي بغيت حتى أنا. يعني أنا فاقدة في حياتي غير الحنان الأمن والأمان ديال اللي فقدته من عند أمي. اش غادي نقول لكم، أنا كنحس باللي هاد الشي اللي كنت كندير مع داك القطيوطات، وليت كنخترع، وليت كنبتكر، وليت كندخل كنقلّب كيفاش يعني ندير بزاف ديال الماكلات. وليت كنمشي نج ن ن للخر ديال السوق كيكون السردين والحوت، داك البسيط وداك الشران وداك السردة وداك الأمور هادي كتكون رخيصة بزاف، كناخد منها كيلوات. وليت كنصاوب وجبات اللي هي كبيرة، كبيرة بزاف.
كنخبيها ولا عندي واحد الروتين يومي، داك الشي على قد الحال ولكن والله العظيم وتشوفوا داك النظرة ديال ديك القطيوطات الصغار، ديك الكليبات الصغار، راه النظرة ديالهم كتكفيني وكتغنيني على أي جزاء ولا على أي واحد يشكرني ولا راه هُما كتحس بهم مساكن صُنبُق ما كيهضروا ما كينطقوا، ولكن مساكن ملي كيبقاو يجيو هكا حدا رجليك وكيتمسحوا لك في رجليك بواحد الطريقة بحال اللي كيقولوا لك شكرًا، شكرًا بزاف، بحال كيقولوا لي توحشناك، فين غبرتي علينا. أنا ديك اللحظات ما نقدرش نوصفها لكم. شوفوا باش ما نكذبش عليكم أنا عندي واحد الفوبيا كبيرة من المشاش ومن الحيوانات الأليفة بصفة عامة، ما نقدرش نقرب ليهم ولا نمسهم بيديا، وما نقدرش يعني نهزهم ولا شي حاجة بحال هكا ما كنقدرش نهائيًا، كنعيا نحاول ولكن ديما كنتخيل أنهم غادي يقفشوني، أنني غادي نلقى فيهم شي برغوث، شي حشرات بحال هكا، نتوما عارفين المشاش ديال الشارع هذا عامرين يعني كيكون فيهم الأمراض، كيكون فيهم واحد شي حشرات هكا دقيقة. على هاد الشيء أنا كنخاف بزاف نمسهم، ولكن باش ما نعطيهمش ياكلوا لا، ديما كندير معايا الروتين ديالي حتى راجلي ولا كيعاونني ولا غادي معايا في الخط وغادي معايا في هبالي، حتى هو ولا كيطيب معايا ولا كيقاد معايا داك البواطات وكيقاد معايا البلاستيكات اللي كنعمرهم، وحتى هو ولا كيمشي معايا وكيحطهم للمشاش، حتى هو بليتو ديما داير شي حاجة في الجيب هكا فين ما شاف شي مشية صغيرة ضروري ما يعطيها تاكل شي حاجة. وكل ما كنستمر أنا في هاد الشي، كل ما كنديرو، كل ما كنديرو نهار على نهار، والله إلا حياتي كتبدل، كترجع سبحان الله في الشكل، بعدا كنرجع غير للدار كنرجع مرتاحة، راه والله شفتو داك الشوفات ديالهم ساكن في عويناتهم كيفاش كيشوفوا فيك ملي كتعطيهم ياكلوا، راه واحد الشوفات، راه واحد الحلاوة فيهم، واحد النعومة ما شاء الله. هذا ما كان، هذه كانت هي قصتي بعوض الله عليَّ، والله العظيم أنا مهما نوصف لكم الحياة اللي عايشاها مع هذا الراجل ما نقدرش نوصفها لكم، ملي كنخرج عند البنات ولا ملي كنسمع العيالات كيهضروا الزواج، الراجل كيدير ليا، ما كيبغيش يعاوني، كذا، كذا، كذا. ما عرفتش واش أنا باقا جديدة في الزواج واخا دابا تقريبًا ضاربة لي واحد العام ونص، ولكن ما عندي حتى شي علاقة بهاد الشي اللي كيقولوا نهائيًا. أنا ما أنا شفت الزواج ديال با وأمي، شفت بزاف ديال العائلة مزوجين، لا عمري ما شفت بحال هذا الراجل نهائيًا، كأنه نزل ليا من السما سبحان الله، الحمد لله والشكر لله يا ربي، ربي يخلينا لبعضياتنا ويتوينا للخير، ويقدرني على أنني نزيد نتهلا في هاد المشيشات، الله يحفظهم يا ربي، بداك الشي اللي قدرت عليه على أنا لا راجلي. واخا بعض المرات ملي ما كنلقى ما نعطيهم، كنفكر نرجع نخدم غير على قبلهم، والله العظيم إلا كنرجع نخدم على قبلهم ما كنفكرش في الولاد ولا فشي حاجة بحال هاكا، غير باش نبقى ديما نعطيهم ديما ملي يشوفوني نقدر نعطيهم شي حاجة ياكلوها. هذاك ما كان، خليتكم على خير، دمتم سالمين، ما تنسوش ليا الرأي ديالكم في التعاليق، شنو بان لكم في هذا الشي اللي كندير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.